في يوم من أيام شهر أغسطس سنة 1970 كان الهدوء مغطي معسكر جليلوت شمال تل أبيب. معسكر شكله هادي من بره، بس جواه متخبي واحد من أخطر أسرار الجيش الإسرائيلي، وحدة الاستخبارات العسكرية 404، الوحدة المسؤولة عن تشغيل العملاء وجمع المعلومات من جوه قلب الدول اللي بيعتبروها معادية. جوه أوضة العمليات رقم 12 كان قاعد ضابط تشغيل العملاء أهارون ليفيرن مكب على مكتبه، بيقلب في تقارير روتينية حفظها عن ظهر قلب من كتر ما شاف زيها. كل حاجة كانت ماشية عادي لحد ما صوت جهاز الاتصال المشفر قطع الصمت، معلن عن وصول رسالة جديدة. وقتها أهارون ما كانش يعرف إن الرسالة دي هتفتح عليه باب جحيم طويل، وإنها مش أكتر من خيط رفيع هيشد وراه واحدة من أخطر العمليات اللي خاضتها المخابرات الحربية المصرية. مسك أهارون الرسالة وبدأ يفك شفرتها واحدة واحدة بمنتهى التركيز. أول ما خلص لون وشه اتغير وملامحه شدت فجأة. اللي قراه ما كانش عادي خالص. مدفع تقيل جديد، تدريب سري، خبراء أجانب، رقيب مدفعية في معسكر العمرية، نقطة ضعفه الخمرة والفلوس. الكلمات دي معناها واحد وخطير جدا: الجيش المصري دخل سلاح تقيل جديد من غير ما الاستخبارات الإسرائيلية تاخد بالها، ونقل وحدة كاملة تتدرب عليه في عمق الصحراء بسرية تامة وبمساعدة خبراء أجانب. والأخطر من كده إن في رقيب مدفعية ممكن يتلعب عليه ضعفه الخمرة والمال. أهارون ما ضيعش ثانية، قام من مكانه، شال الرسالة في إيده وراح على طول لرئيسه المباشر العميد أهارون يريف، رئيس شعبة أمان، الراجل اللي اسمه لوحده كان كفاية يخوف أي حد جوه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. أهارون يريف كان معروف إنه ما يعرفش رحمة. مسك رئاسة أمان من سنة 1964 لحد 1972، وكان مشهور ببروده الشديد واستعداده يعمل أي حاجة علشان يوصل للمعلومة. قرأ الرسالة بهدوء وتركيز وبعدها رفع راسه ببطء. الخطر مش بس في إن مصر بتتدرب على سلاح جديد، لكن في السؤال اللي ضربه من جوه: إزاي السلاح ده دخل مصر من غير ما حد يحس؟ في اللحظة دي الأوضة اتحولت لخلية نحل. أوامر سريعة صدرت بالرد على العميل ومطالبته يتابع الموضوع للآخر: نوع المدفع بالتفصيل، اسم الوحدة، تبعيتها، مكان التدريب، وأي نفس يقدر يلقطه حوالين السر ده. بس اللي ما كانش يعرفه لا أهارون ليفيرن ولا أهارون يريف ولا شعبة أمان ولا حتى الموساد كله إن الرسالة دي ما اتكتبتش في الضلمة، لكنها اتصاغت بعناية جوه مكاتب المخابرات الحربية المصرية وبالتنسيق الكامل مع المخابرات العامة. وما كانش حد فيهم يعرف برضه إن صاحب الاسم الحقيقي الجاسوس المزعوم عاطف أحمد محمد زايد كان متقبض عليه قبل وصول الرسالة ب15 يوم كامل. الرسالة كانت طعم متقن، والمخابرات الإسرائيلية كعادتها بلعته من غير تردد. ومن هنا الحكاية بتبدأ. بس علشان نفهم إزاي عاطف أحمد زايد وصل للنقطة دي لازم نرجع سنين طويلة لورا لمدينة الإسماعيلية في شهر نوفمبر سنة 1949. يوم ما اتولد طفل ما كانش يعرف إن مصيره هيتربط بالخيانة ولا إن اسمه هيبقى في أخطر ملفات المخابرات. ومن هنا تبتدي القصة الحقيقية، ونقول الحكاية من الأول. في صباح هادي من أيام شهر نوفمبر سنة 1949 كانت مية قناة السويس ماشية على مهل تحت شمس خفيفة، والجو كله ساكن كأنه لسه صاحي. في الوقت ده كان أحمد السويسي رئيس واحد من لانشات هيئة قناة السويس راجع من يوم شغل طويل ومتعب ووشه باين عليه الإرهاق. وقبل ما يوصل للمرسى بلحظات لمح زميل ليه واقف على الرصيف بيشاور له بإيده بعجلة واضحة. أول ما قرب سمح جملة وقعت عليه زي الصاعقة: مراتك تعبت ونقلوها المستشفى. أحمد ساب اللانش في مكانه ونزل يجري كأن الأرض بتتزحلق من تحته. وصل المستشفى وقلبه بيخبط في صدره، بس الخوف ما طولش. البشرى جاب بسرعة: ربنا رزقه بأول طفل ليه. ولما اتسأل عن الاسم قال من غير تفكير: عاطف.
عاطف أحمد محمد زايد. في الأول أحمد كان طاير بابنه البكر، شايله في حضنه بفخر وحاسس إنه ملك الدنيا كلها. بس الدنيا نادراً ما بتمشي زي ما احنا عايزين. سنة ورا سنة ربنا رزقه ببنات، هناء وبعدها مديحة وبعدين غيرهم. ومع كل طفل جديد اهتمامه بعاطف كان بيقل واحدة واحدة من غير ما حد ياخد باله. وبعدين جه آخر طفل، شوقي، اللي اتولد بمتلازمة داون. في الزمن ده ما كانش فيه وعي ولا فهم للتعامل مع الأطفال المختلفين. كل اهتمام الأب والأم راح لمحاولة علاجه، جري بين دكاترة وأمل متعلق بأي كلمة. وفي وسط الدوامة دي عاطف اختفى من الصورة خالص. كبر عاطف وهو حاسس إنه مش موجود، محدش شايف تفوقه في الدراسة ولا موهبته الغريبة في الرسم، الموهبة اللي كانت بتخلي أي حد يشوف شغله ينبهر، إلا أهل بيته اللي كانوا غرقانين في همومهم. وسط الفراغ ده دخلت حياته بنت اسمها كاميليا، صاحبة إخواته وبنت راجل معروف بقسوته. عاطف شاف فيها باب وحيد للحياة ولقى عندها الاهتمام اللي اتحرم منه سنين. تعلق بيها جامد وبنى في خياله حياة كاملة معاها. وبعد محاولات كتير قدر يقابلها وقال لها بنيته الصافية في الجواز، بس بعد ما يخلص دراسته وياخد دبلوم الصنايع ويأدي خدمته العسكرية. الكلام ده كان بالنسبة له طوق نجاة. والأيام عدت، عاطف نجح وأخد شهادة دبلوم المدارس الصناعية. ومع بداية يناير سنة 1967 راح منطقة تدريب الزقازيق علشان يدخل الجيش. اتوزع على مركز تدريب سلاح المدفعية، وبعد ما التدريب خلص اتنقل لوحدة في الماظة بالقاهرة. لا التدريب ولا النظام العسكري كانوا شاغلين دماغه قد انتظار الأجازة اللي يشوف فيها كاميليا. بس القدر كان مخبيله سكة تانية. في شهر مايو من نفس السنة الجيش أعلن حالة الطوارئ، والتوتر زاد بين مصر وإسرائيل. مفيش أجازات، الأوامر طلعت بتحرك الوحدة لسيناء. وفي صباح 5 يونيو 1967 السماء اتفتحت على أولى الغارات الجوية الإسرائيلية. المطارات، مخازن الذخيرة، الرادارات، كله اتضرب. وخلال ساعات سما مصر بقت مكشوفة. وبعدين جه القرار الكارثي، انسحاب من شرق القناة لغربها من غير خطة واضحة. الانسحاب اتحول لهروب، والجنود بقوا صيد سهل للطيران. عاطف كان واحد من آلاف الجنود التايهين، واقف مع زميله عند نقطة كبريت من غير أوامر، من غير تعليمات، ومفيش أي وسيلة عبور. ما كانش قدامه غير اختيار واحد علشان يعيش. خلع سلاحه، سابه لزميله ونط في المية وعدى القناة عوم. وأول ما رجله لمست الضفة الغربية ما كانش يعرف إن الخطوة دي هتبقى أول شرخ في رحلة طويلة نازلة على الهاوية. وعلى الناحية التانية في بيت بسيط في الإسماعيلية كانت أمه وإخواته قاعدين حوالين الراديو مستنيين خبر عن ابن ضاع جوه الجحيم. محدش كان يعرف إن الباب هيتفتح قريب وعاطف هيرجع، بس مش زي ما مشي. رجع عاطف بيته في الإسماعيلية، بس ما رجعش نفس الشاب اللي خرج منه من شهور. وشه كان شايل حكايات ما تتقالش، ونظراته مليانة حاجة تقيلة ملهاش اسم. أمه وإخواته لفوا حواليه بالأسئلة: حصل إيه؟ نجيت إزاي؟ فين زمايلك؟ بس هو ما كانش عنده ولا إجابة. دخل أوضته، قفل الباب على نفسه، وقعد أيام ما بيشوفش حد ولا بيكلم حد. في الوقت ده كان أبوه الرئيس أحمد السويسي شغال ليل نهار مع ضباط المخابرات الحربية، بيدوروا على الجنود الشاردين والمصابين على ضفاف القناة. وكان في سؤال واحد ما بيغيبش عن لسانه يكرره لكل ضابط يقابله: شفت ابني؟ الضابط المسؤول عن الشغل ده كان المقدم طارق، راجل هادي الطباع، دايما يحاول يطمن الأب من غير ما يعرف إن الابن رجع فعلا، بس راجع مكسور. بعد أيام العزلة عاطف خرج أخيرا من أوضته. أول طلبه إنه يشوف كاميليا. قابلها وحكى لها اللي شافه، وبعدين صدمها بقراره: مش راجع الجيش، هيدور على شغل ويتجوزها. ردها جه قاطع زي السكينة: إزاي تقول كده؟ العدو على بعد خطوات وزمايلك بيموتوا وانت مستخبي؟ لو رجالتنا ما حموش البلد مين هيحميها؟ معرفش يرد. كلامها دخل فيه وكسر حاجة جواه. ومع أول فجر
لبس بدلته العسكرية وراح سلم نفسه في معسكر الجنود الشاردين في الإسماعيلية، وقبلها دور على أبوه في مبنى هيئة قناة السويس، طمنه وبعدين رجع لوحدته. قعد شهور وبعدين خد أول أجازة، بس الأجازة ما جابتش راحة. الإسماعيلية بقت مدينة فاضية، القصف هجر أهلها. راح بيته ما لقاش حد، عرف إن أسرته نزحت الزقازيق، وهناك جات الضربة التانية. كاميليا اتخطبت لضابط شرطة والفرح قريب. رجع وحدته بني آدم تاني، جندي مهمل مستهتر، لا فارق معاه جزاء ولا عقاب. الرائد عادل المليجي قائد الكتيبة حاول ينقذه، وثق فيه، خلاه مسؤول عن رسم الخرائط وعن الدخول لغرفة العمليات، بس كل المحاولات راحت على الفاضي. وفي الآخر القرار صدر، تحويله لمحاكمة عسكرية. ساعتها الخوف سيطر عليه، ما فكرش في براءة، فكر في الهروب، بس مش أي هروب، فكرة أخطر دخلت دماغه، الهروب للعدو. بحكم شغله في مكتب العمليات، عاطف كان حافظ خرايط القوات وحقول الألغام والثغرات. اختار نقطته بعناية، وفي ليلة ضلمة خرج من الخندق وتسلل بعيد عن وحدته، غير خط سيره واتجه ناحية القناة، نط في المية وعدى للضفة الشرقية. استخبى لحد الصبح، وبعدين مشي لحد ما وصل لطريق أسفلتي ماشي موازي للقناة جوه عمق سينا. استنى، وبعد ساعات ظهرت دورية إسرائيلية، وقف في نص الطريق ولوح بملابسه البيضة. الجنود نزلوا وصوبوا سلاحهم، رفع إيديه معلن استسلامه، اترمى في أرضية العربية مغمي عينيه ومتكتف. على الناحية المصرية الجنود اكتشفوا هروبه، تتبعوا أثره لحد شط القناة. الأثر وقف هناك، اتسجل جندي هارب وخلاص. أما على الناحية التانية التحقيق بدأ، ساعات طويلة في الضلمة، وبعدين جه ضابط تاني فك القيود وسأله بهدوء: ليه جيت؟ عاطف رد من غير تردد: علشان انتم انتصرتوا. اتنقل بطائرة هليكوبتر لمقر الاستخبارات العسكرية في بير 7. هناك قابله ضابط اسمه أبو زهير. في الأول شك إنه طعم، بس مع الوقت ومع أجهزة كشف الكذب اتأكد إنه خاين جاي بمزاجه. قال كل اللي يعرفه، خرائط، مواقع، حقول ألغام. لكن أبو زهير كان عارف إن قيمته الحقيقية مش هنا، قيمته هناك جوه مصر. بدأت مرحلة غسيل المخ، لفوه في كل أبيب، مقارنات، وعود، تكسير ممنهج للي باقي جواه، وبعدها تدريب في مركز النجب، جمع معلومات، إرسال، استقبال، شفرات، حبر سري. غطاؤه كان جاهز ومتقن. طالب أردني اسمه أحمد يوسف الفهد، جاي يدرس في جامعة اسكندرية. دربوه كويس على اللهجة، على العادات، على تفاصيل الحياة اليومية. سلموه رواية مخصوصة لفك الشفرات وترددات الاتصال وعنوان مراسلات في فيينا، واتفقوا إن كل رسالة يبعتها تبدأ بجملة واحدة ثابتة: بسم الله الرحمن الرحيم. رحلته كانت طويلة علشان تموه أي تتبع، من تل أبيب لأثينا، ومن أثينا لروما، وبعدها السودان، وأخيراً القاهرة. وهنا ارتكب أول غلطة، احتفظ بجواز السفر الأردني. ما اكتفاش بكده، ده استخدمه علشان يحجز لوكاندا، وبعدها كرر نفس الغلطة في اسكندرية. اللي ما كانش يعرفه إن عينه كانت متلقطة من أول لحظة. ضابط مخابرات مصري في المطار لاحظ إن صورته شبه جندي هارب متسجل في الملفات. البلاغ اتبعت فوراً للمخابرات الحربية، ومن ساعتها المراقبة بدأت. عاطف أو أحمد دخل في حالة نشاط محمومة، أهاوي، شواطئ، أسواق، المينا، عينه شغالة وعقله شغال أكتر. يجمع معلومات، يكتبها بالحبر السري ويبعتها واحدة ورا التانية، لحد ما غلطة صغيرة قلبت كل حاجة. واحد من خطاباته وقع في إيد المخابرات العامة، عرفوا إن في جاسوس شغال، بس لسه ما عرفوش هو فين. مع الوقت الفلوس قلت، فاضطر يستغل موهبته القديمة في الرسم. وهناك في قهوة بحي العمرية اتعرف على طفل ماسح جزم، رسمه وبعدين زاره في بيته.
في البيت ده قابل الرقيب جابر خطيب أخت الطفل. من غير ما يحس كان بيقرب من نهايته خطوة خطوة. بعدها بأسابيع كان مرصود بالكامل، كل تحركاته، كل علاقاته، كل نفس بيطلعه. القبض عليه تم قبل ما يبعت الرسالة الشهيرة ب15 يوم كامل، الرسالة اللي ولعت غرفة العمليات في جليلوت. الرسالة ما كانتش اعتراف، كانت طعم، والمخابرات الإسرائيلية زي كل مرة بلعته من غير ما تفكر. وبكده انتهت حكاية جاسوس المدفعية المصري، لا كبطل ولا كضحية، لكن كخاين استخدمته بلاده علشان توجع عدوه في مقتل. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.